البكيري الناقد في برنامج أكشن يا دوري. أمس رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان تداخل معنا في البرنامج وعلق على الشكوى المقدمة من النادي الأهلي تجاه طارق النوفل المتحدث الرسمي لنادي الشباب بعد ما قالوا في قناة لاين سبورت. أيضا نادي الشباب أمس تداخل الأستاذ خالد البلطان وأكد أن نادي الشباب بصدد تقديم شكوى يوم السبت المقبل على بعض ما نشره المدير المركزي الإعلامي في نادي الشباب محمد الشيخي، وأيضا تصريح أو جملة قالها رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد في برنامج في المرمى. اليوم معنا الأمير فهد بن خالد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للتعليق حول المبادرة الأخيرة. أنا ما راح أخذ بداية المكالمة مع الأستاذ خالد البلطان، المبادرة اللي طرحها في آخر المكالمة أنه هناك رغبة بالتهدئة من جميع الأطراف وطرح نماذج عليها، ونشوف رأي الأمير فهد. مساء الخير سمو الأمير. مساء الخير أستاذ وليد. مساء الخير أستاذ محمد. الله يحييك سمو الأمير. سمو الأمير، تعليقك على ما قاله الأستاذ خالد البلطان البارحة. معلش أخوي وليد، أنا أخلي موضوع المبادرة هذه آخر شيء، أفضل ما نبدأ فيها. تفضل. أولا أخوي وليد، يعني عشان الصورة تكون واضحة للجميع، النادي الأهلي والله الحمد من تأسيسه إلى اليوم عمره ما صدر ثقافة عداء أو غيره للأندية الأخرى يعني. بل بالعكس، يعني كل العلاقات اللي مرت، يعني خاصة مثلا عندنا منافسي التقليدي نادي الاتحاد، النادي الكبير الجماهيري، عمرنا ما صار بيننا يعني في شد، في تحدث مواقف، لكن لا تصل إلى ما وصلت إليه الحالة بينه وبين نادي الشباب. هذا مو معناته اني انا اقلل من نادي الشباب، نادي الشباب نادي كبير، ولو ما كان يعني نادي كبير، ما يعني نادي كبير بتاريخه وببطولاته. فانا بس عشان نكون واضحين، نرجع لبدايه المشكله بين الاهلي والشباب. ما هي السؤال يمكن يطرح نفسه سمو الامير، ايش المشكله بين الاهلي والشباب اللي وصلت العلاقه بين الناديين الى هذه الدرجه؟ بين قوسين اصبح هناك، وان يمكن ما تتفق معي، لكن هي توصيف في نوع من الكراهيه. صار في كراهيه. الله يعني ان شاء الله نقول ان شاء الله ما توصل الى هالمرحله، اذا وصلت هالمرحله معناتها رياضتنا في خطر حقيقي يعني، وهي اصلا في خطر حقيقي يعني. لكن خلينا نرجع اخوي وليد للبدايات، يعني قبل تقريبا 4 مواسم من الان، لما طلع الاستاذ خالد البلطان في تصريح الانديه الكبار يعني الثلاثه الكبار، اي نعم، وحاول انه يبعد انديه مثل الاهلي والنصر. انك تبغى انك تقول فريقك كبير، ممكن تقول 5 كبار، بس لا يعني لا تقلل من انديه اخرى. كان هذه الشراره الاولى اللي بدات في علاقات الاهلي والشباب. ما تلا هذا من اساءات كثيره كانت تحدث من الجانب الشبابي في مو يعني اي مباراه مع الاهلي والشباب لابد ان يكون هناك تصريح من الاخوه في نادي الشباب فيه نوع من الإساءة أو التهكم أو محاولة يعني مثل الحين فهمتك. الأشياء هذه كلها هي اللي تثير الاحتقان الحقيقي بين الناديين، بين جماهير الناديين. طبعا في قضية أخرى اللي هي قبل العام حقت احتجاج الأهلي على نادي الشباب، مشاركة عبد العزيز السعران. الأهلي يعني ما له علاقة في الموضوع تماما، الأهلي استخدم حق مشروع وأيد على ذلك الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي. فهي عدة عوامل، يعني أتمنى في هالفترة أنه نسمع تصريح سواء من رئيس نادي الأهلي أو من أحد أعضاء مجلس الإدارة كان في إساءة مباشرة إلى نادي الشباب. والله ما أنا شخصيا لا أذكر أني أنا أسأت النادي الشباب في يوم من الأيام، وأنا إلى اليوم لن أسيء إلى نادي الشباب. نادي كبير، نادي نحترمه، نقدره، نحترم جماهيره. طيب سمو الأمير، أنا قدامي الآن قصاصة من صحيفة الرياضية، العدد 8885، تاريخ النشر 27 يناير 2012، مقال مذيل بتوقيع الأستاذ محمد الشيخي المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، عنوانه الورطان وفريق الستات. طيب أبو بدر، أنا والله ما أذكر هذا المقال، لكن أنا أرجع أقول الأستاذ خالد البلطان البارح قال إنه حيقدم 6 شكاوي. صحيح. إذا كان شكوى على هالمقال في هذا التاريخ له الحق إنه يقدمه، وإذا كان في غرامة تفرض على الأستاذ محمد الشيخي تفرض عليه. لكن يمكن الأستاذ محمد البكيري يوضح لنا الصورة أكثر.
كان محمد الشيخي هو كاتب رياضي قبل ما يكون مدير مركز إعلامي. كتابة العمود لا ترتبط فيه كمركز إعلامي عندما يتحدث باسم النادي الأهلي. فأظن هنا في فارق، وإذا كان ما في فارق عموما ويستاهل الأستاذ محمد الشيخي العقاب على هالمقالة أو أنه يفرض عليه غرامة ولا أي قرار يتخذ، فإحنا في النادي الأهلي مرحبين فيه، ما عندنا أي مشكلة. أنا اللي أبغى أيضا أوضحه، الأستاذ أو بالأصح أنت أبو بدر البارح لما قلت إني أنا قلت إنه مش رجال، أنا ما قلت إنه مش رجال. يعني أنا رجاء بس للجميع، الإيضاح للجميع، أنا عمري ما أستنقص من كائنا من كان، ولا عمري إن شاء الله أني بوصف شخص برجولة وعدم رجولة، فأنا بإذن الله يعني أرتقي بنفسي عن هالأوصاف. أنا كل اللي طلع مني بالضبط زي ما أقول لك الآن، قلت هذه الكلمة بين قوسين الكلمة الله يخليك، اللي هي كلمة طارق النوفل. نعم، هذه الكلمة لا تقال في مجالس الرجال أو في الوسط الرياضي. من فسر أني أقلل من رجولة مدير مركز الإعلامي في نادي الشباب، فوالله الحمد مو أنا اللي أنقص من رجولة أحد مهما كان بيني وبين هالرجل. هذا شيء. الشيء الآخر، هذه ممكن يقولها الأب لولده عندما يخطي في مجلس، أو صديق لصديقه عندما يخطي في مجلس بكلمة لا تليق. هذا صحيح، بس سمو الأمير يعني إذا ما فيها تقليل في رجولة مدير المركز الإعلامي. لما يقولها سمو الأمير أبو لولده ينتفي هنا سوء النية. أنا أتكلم بشكل مستقل. أبو لولده، صديق لصديقة، أنا أقولها مثل البكيري، هذا الكلمة هذه ما تقال في مجلس الرجال، في علاقة ود بيننا، لكن لما يكون بيني وبين طرف بعض الحساسية وأقول أن هذه الكلمة لا تقال في مجلس الرجال، قد يفسرها البعض، يقول لك ممكن واحد يطرح سؤال يقول طب سمو الأمير هي تنقال في مجلس إيش أجل؟ في أي مكان، في حارة، في ملعب، بس ما تقال يعني كلمة فعلا لا تقال يعني، ولا أظن في أحد ممكن يقبلها. الرجال عكسها النساء. الأماكن ممكن نقول هاي كلمة ما تنقال في الملعب، ممكن يكون مرادفها الحارة. والله وليد احنا كل حد عندنا الحمد لله احنا في المملكة العربية السعودية كل منطقة لها ثقافة. فاحنا ثقافتنا، أنا شخصيا ثقافتي اوكي لما أقول كلمة لا تقال في مجالس الرجال لا يقصد بالمعنى انها تقال في مجالس النساء، فالنساء اكرم برضه من الكلام مثل هذا. اوكي. يعني اللي ما نكرم الرجال ونقول النساء قليل، لا النساء برضه اكرم يعني. صحيح. هي انا المأخذ على الكلمة وليس على الشخص. فهنا في فرق، من يحاول ان يلوي عنق الكلمة هذه، انا يعني لا يمكن انهم يدخلوا في نيتي ولا يمكن اني ادخل في نياتهم. لكن انا للتوضيح هذه الكلمة. وبعدين فيه جزء آخر كان تفضل، وفي الوسط الرياضي. صحيح. للأسف صحيح. الوسط الرياضي هذه ولكنها انقالت يعني، وقفوا عندها الكلمة وصارت هي يعني البعض رآها استدراكية، يعني انك حاولت تستدرك الكلمة يعني. لا والله انا بالعكس، انا قايلها وانا اعنيها يعني، لانه ما انا شخصيا ولا بكره مقتنع انه لا يمكن انها تقلل من رجولة شخص. طب صراحة أبو سعود وش آخرتها؟ توضح إنه الكلمة اللي قيلت إنها كلمة خاطئة. طب صراحة أبو سعود وش آخرتها؟ يعني إحنا بنقعد نلف في دائرة مغلقة. يعني أنا تكلمت معك وتكلمت مع الأستاذ خالد البلطان، أنا يعني خلينا نتكلم بشفافية مع الناس. إدارة الشباب ترى هي متأكدة أن فعلا النادي الأهلي لم يتحدث بشكل رسمي، ما تحدث تجاه النادي الشباب، لكن هم مشكلتهم التالي: النادي الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ويمتلك عدد كبير من المتعاطفين معه في المجال الإعلامي. الحمد لله. هم الجماعة يعتقدون أنه النادي الأهلي بكيانه، ما نبغى نحدد أسماء، لو أجريت اتصالات أنه نتمنى عليكم يا جماعة أنه لا تقربون النادي هذا عشان الأمور تهدى، فإن الأمر سينتهي. هم متأكدين أنه النادي الأهلي ربما لا يستطيع أن يفرض على الإعلاميين ماذا يكتبون، لكن يستطيع بالود أنه يتمنى عليهم، فهم سيهدون. لا ما كانت لا تلطف أبو بدر، ما كانت الجملة ما قيلت كالتالي، هي قيلت أنه يقدرون. لا أنا ما قاعد أنقل لك شيء نقل إعلاميا، أنا أقول لك اللي نقل لي شخصيا. تصريح الأستاذ خالد البلطان معك البارح لما قلت له أنه ما يملكون سلطة عليهم، قال لا يقدرون. صح ولا لا؟ صحيح. طيب اذا خلينا ناخذها بالشكل الرسمي. ناخذها يعني مثل ما وقفوا على هذه احنا نوقف على كل كلمه. انا برجع لك، بس قبل ما اجاوبك هنا تفضل، حجاوبك على الاشياء اللي تخص النادي الاهلي. تفضل. ذكر انه
نائب مدير العلاقات العامه في النادي الاهلي انه اساء نادي الشباب في تويتر. هالكلام انا اتحدى ان احد يثبته، مو هو صحيح ابدا، ولهم الحق الاخوان في نادي الشباب انهم يبينونها. الشيء الاخر، لو نرجع الاساءات في المواقع التواصل الاجتماعي، فانا ممكن اسوي لك ملف للمدير المركز الاعلامي في نادي الشباب وطروحاته يعني اليوميه عن الاهلي او جماهيره واصطدامه بجماهير الاهلي بشكل يومي، وهذا اللي معتقدنا احنا من مسؤولين الانديه كلها مو بس الاهلي. وانا اطلعت عليها وقرات هذه التغريدات، صحيح انا طلعت كثير من التغريدات. طيب انا بسالك سؤال واسال الاستاذ محمد البكيري، هل اطلعتوا لاي مسؤول نادي في ال14 نادي يتراد هوية الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي؟ وانا اتمنى جواب يكون بذمه وصريح، نعم او لا. بكيري نعم ام لا؟ ايش السؤال؟ ما اسمع. انت شفت غير طارق النوفل مسؤول في احد الانديه من خلال حسابه في تويتر يتراشق مع الجمهور، يترادد عليهم بطريقه قاسيه تجاه النادي المنافس؟ موجود عطنا موجود. انا ما اتذكر، بس انه يعني ما بستحضر اسماء اصلا يعني، بس موجود بعضهم لهم زلات يا اخي يعني. بس انا معليش انا لي بس وجهه نظري يا طول العمر محمد، بس لا في فرق بين زلات يعني. ما احنا ما بنحصر السلبيه في شخص معين او في كيان معين. حقيقه كلنا اصحاب زلات. انا محدثك، انا لي زلاتي ايضا الاعلاميه حقيقه. ما اقول لك انا انسان منزه ولا عندي اغلاط ولا عندي من هذا الجبين، لكن استفيد من اغلاطي، هذا موجود. لكن انا بوصل معاك لنقطه مهمه. شوف، انا اعلامي قد حتى كمتابع رياضي احب الاثاره وأحب يكون في أكشن بين فريقين، وموجودة أصلا ما بين الهلال والنصر، الاتحاد والهلال، كانت بين الأهلي والنصر، الآن بين الأهلي والشباب، موجودة ما زالت بين الاتحاد والأهلي كموقع جغرافي، موجودين في مدينة واحدة، ما زالت قائمة أو مغيبة قليلا الهلال والاتحاد، وكانت موجودة على مدى سنوات، وكانت فيها كان فيها بعض الانفلات الإعلامي حقيقة من أي طرف كان، ما أي طرف. لكن أنا بأوصل معك يا طول العمر لنقطة معينة، أنت والأستاذ خالد البلطان، يعني خلينا بدل ما إحنا نحط الحصان امام العربه امام الحصان، خلينا نحط الحصان امام العربه. حقيقه انت وصلت اليوم لنقطه ايجابيه، وخالد البلطان امس وصل لنقطه ايجابيه. يعني انت لما وصلت لنقطه انه الاستاذ محمد الشيخي في المركز الاعلامي اذا قال هذا الكلام يستحق العقاب، هذا كلام جميل وايجابي جدا وحلو كموقف منك كرئيس نادي، وحلو وجميل جدا ايضا من خالد البلطان امس لما قال انه كلام انا ما قبلته من الاستاذ طارق النوفل، وكلام ما يرضيني. فإحنا طالما إذا كانت هذه البوادر الإيجابية موجودة عند رؤساء الناديين، وأنا أتكلم عن الخطاب الرسمي للناديين غير الخطاب الإعلامي، لأن أنا أرفض أي وصاية أي نادي أيا كان القائم على النادي سواء في نادي الشباب أو في نادي الأهلي أن يكون له وصاية على الإعلاميين لذول الميول الأهلاوية والشبابية، هم حرين في توجههم. فأنا أتمنى أنكم أنتم طالما انه هذه البادره ايجابيه منك في الخطاب الرسمي ومن الاستاذ خالد البلطان ايضا، اتمنى انه احنا نمشي هذه العربه، لانه صعب ان اقول والله الشباب هو اللي بدا، صعب ان اقول الاهلي هو اللي بدا، تيجي في الاخير تلاقيه خيوط متشابكه يعني زي كره الصوف حقيقه، ما حنوصل لشيء الا لما يتقدم مثلكم عقلاء حقيقه وقياديين في ناديين كبيرين بهذه المبادرات الجميله، بدون ما ندخل في تفاصيل كثيره. يا طويل العمر تفضل. سام، انا اشكرك، لكن انا برجع نقطه الاستاذ محمد الشيخي. هل محمد الشيخي هو مدير المركز الاعلامي الوحيد اللي يكتب في عمود؟ لا، في عدد متعدد. طيب اذا هنا نقطه خلاف اخرى. هؤلاء المدراء اللي يكتبوا في عواميد كان لهم اساءات واسقاطات على انديه اخرى، وليس محمد الشيخي. لا نحجب محمد الشيخي محمد الشيخي كاتب الرياضي قبل ما يكون مدير مركز اعلامي، كذا مدير مركز اعلامي قبل ما يستلم المركز الاعلامي هو كاتب في جريده او في جرايد، واستمر وهو مدير مركز اعلامي كاتب، وكان له اسقاطات. اذا كان نربط العمل في الجريده وانه تابع لعمله في النادي فهذا موضوع اخر. ما هي صفتين متضاربتين يا ابو سعود يعني. معليش ابو بدر، بس انا لا لانه هنا انا مو بقول يعني اذا كان، وارجع واقول اذا كان النظام يرفض هذا العمود فانا ما عندي اي مشكله، يعني حتى لو طلع قرار راح القرار على محمد. ابو سعود بالنظام ما راح نوصل شيء، شوف بالقانون ما راح نوصل حاجه، بيظل الناديين يشتكون، لكن امس الرجال فتح باب. لا معليش ابو بدر، مو هو اللي فتح الباب، انا اللي فاتح الباب. انت اللي فتحت الباب، انت اللي فتحت الباب، انت طيب وانت طيب. لا لانه
لانه في اللي لاحظته اليوم في اكثر من موقع الكتروني انه الاستاذ خالد البلطان تقدم ببادره، انا متقدم بالبادره هذه من رمضان في برنامج فوانيس ولك ان ترجع، ولكن للاسف لم نجد اذنا صاغيه الا البارح. طيب كويس. طيب انا هنا اسال سؤال ثاني الان. تفضل. ليش الفتره هذه كلها ما كان في احد راغب؟ ليش الان؟ ليش اليوم؟ ليش البارح؟ طيب هذا السؤال يحتاج الى اجابه يمكن من الطرف الاخر يا سمو الامير. طيب يعني نستطيع ان ماذا نقول الان؟ نختم حوارنا سمو الامير، ما هي الموقف النهائي الان بعد ما قاله الرجل؟ يعني الرجل وصل متاخر. طيب انا اوكي كويس انه وصل متاخر. انا بقول شيء مثل اللي قاله الاخ محمد قبل شوي بس تاكيدا ايضا، الاعلام الاهلاوي كان اول اعلام قاسي علي انا شخصيا قبل العام. صحيح انا اشهد. ما خلى ولا بقى فيني كرئيس النادي. لما كان النادي في وضع سيء. لو كنت املك او الامير خالد بن عبد الله يملك القوه على السيطره وتسيير اعلام النادي الاهلي لسيرناهم ذاك اليوم، ما سيرناهم اليوم. فهنا الكلمه اللي قالها الاستاذ خالد البلطان انه يقدرون، انا اقول اعلام الاهلي انزه من انه يسيطر عليه او يوجه. اعلام حر، واول ما انتقدني انا. نعم. فاعلاميا هذا موضوع اخر. لو ما لقوا استفزاز اعلامي واتهام بالرشوه ولم تحدد اسماء، لو طلعت وقلت فهد مرتشي اذا انا حاكي فهد. لكن لما اقول اعلاميين وتركها عايمه، قصه رساله الجوال اللي قالها السنه الماضيه نهايه الموسم بالضبط في برنامج في لان سبورت. ففي احنا يعني المشكله يا ابو بدر المواضيع متشعبه، مواضيع كثيره، ما هو موقف اليوم صار عليه خلاف، في اكثر من مواقف، يعني في ملفات تفتح. طيب ايش المطلوب الاهلي ايش يبغى الاهلي الان انت كرئيس مجلس اداره الاهلي ايش المطلوب عشان ينحل الموضوع هذا؟ في طلبات معينه انتم طالبينها في الاهلي؟ انا انه نرجع نحترم بعض، يرجع الخطاب في نادي الشباب يحترم ويقدر جماهير النادي الاهلي والاهلي ككيان، واحنا كنادي اهلي نقدر ونحترم جماهير وكيان نادي الشباب، ولا عندنا اي مشكله. يعني بالعكس انا شخصيا والله ماني راضي ولا اتمنى انه نوصل في الوسط الرياضي. طيب سمو الامير باقي شيء من توضيحات في هذه النقطه؟ شكرا. يعطيك العافيه ابو سعود، شكرا جزيلا لك. نطلع